يلا بينا نعمل الكفتة في البيت. كفتة الحاتي. معانا ربع كيلو لحمة مفرومة، بصلة مفرومة، توابل الكفتة، شبت وبقدونس وكزبرة مفرومين مع فصين توم، والتوابل بتاعتنا. نشوف الطريقة ازاي. اول حاجة هنحط البصل على اللحمة، وبعد كده الشبت والبقدونس والكزبرة مع الثوم المفروم، نحطهم كده، والتوابل بتاعتنا، فلفل اسود، كزبرة، كمون، كل حاجة. كيس التوابل نفكه ونحطه هنا، كده كله. نبدأ بقى نقلبه. بعد ما قلبناها كويس هنسيبها ترتاح في التلاجة شوية. ده منظرها كده، نحطها في التلاجة كده. بعد ما طلعناها من التلاجة هنصبعها في الصينية دي، الصينية الألمونيا المصفى، في المصفى دي. بعد ما طلعناها من التلاجة هنصبعها في المصفى دي. خليكم معانا وشوفوا الطريقة ازاي. كده صبعناها اهو. بنجيب بقى صينية زي دي كده، ونحط فيها مية ونحطها على النار. خليكم معايا عشان اوريكم بتتعمل ازاي. حطيت الصينية على النار وفيها مية، مش مليها يعني، شوية كده صغيرين. وبجيب بقى كفتة كده، وعلى البخار بقى، تتعمل على البخار. ونغطيها، غطيناها كده ونسيبها، ولما المية تغلي نوطي النار. طبعا لونها اخضر كده زيادة لاننا كترنا الشبت والبقدونس، بنحاول نقلله شوية ونفرموش قوي يعني. بعد كده بنحطها، بعد ما بتطلع بنحطها في الصينية في الفرن، وبالهنا والشفا. وده شكلها النهائي. اتمنى تشتركوا في القناة ولايك للفيديو. شكرا لكم.